بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة مختلفة شوية. معانا بصل مبشور هنعصره من المية بتاعته، معانا لحمة مفرومة، ومعانا ملح وفلفل، ومعانا توابل. هنا حطينا البصل المبشور على اللحمة، حطينا الملح والفلفل، وهنفضي عليه كيس التوابل بتاعتنا. ايوه احنا هنعمل كفتة النهاردة، بس كفتة بشكل مختلف شوية، تنفع معاكي في العزومات، شكلها جديد ومختلف وطعمها جميل. هنبتدي كده ندخل البهارات مع اللحمة مع البصل كويس لحد ما تبقى معانا بالشكل ده، واللحمة تعمل معانا خيوط كده عشان الكفتة بتاعتنا تبقى متماسكة. بعد كده هنبدأ نشكل الكفتة بتاعتنا على شكل صوابع، الشكل اللي احنا شايفينه. زي ما انتوا شايفين معانا الكفتة متماسكة، ده شكلها النهائي بعد ما خلصنا كل الكمية. بعد كده هنحط طاسة على النار، نحط فيها معلقة زيت ومعلقة زبدة، بعد كده هننزل بالكفتة بتاعتنا علشان هنحمرها. بالشكل ده بدأت معانا تاخد لون، هنقلبها على الجنب التاني، وده شكلها بعد ما حمرناها. بعد كده هننزل في الطاسة ببصل متقطع. على فكرة هي الكفتة دي دسمة شوية، والدهون اللي في الطاسة دي طبعا نازلة من الكفتة دهون صحية يعني، بس هي برضو الكفتة دسمة شوية، ممكن تعمليها في العزايم بس طعمها جميل يستحق التجربة. هنحمر البصل بتاعنا شوية، بعد كده هننزل بطماطم متقطعة وشطة خضراء وهنقلبهم بالشكل ده. بعد كده هننزل بمعلقة صلصة طماطم ونقلبها معاهم. بعدين معلقة صويا صوص، وده شكل الصوص بتاعنا بعد ما جهز. هنبدأ ننزل بيه بقى بالكفتة. وهنقلبها في الصوص. هي الكفتة دي عادي تاكليها بالعيش، بس انا هعمل معاها مكرونة. ده شكلها معانا، جربوها هي تستحق التجربة. معانا حلة على النار فيها مية طبعا بتغلي وملح، حطينا فيها المكرونة بتاعتنا. عاوزة تكسري المكرونة على جزئين ماشي، عايزة تحطيها زي ما هي كده برضو ماشي، زي ما تحبي. نبتدي ننزل المكرونة كده في المية عشان تستوي كلها. ادي شكل المكرونة معانا اهي بعد ما استوت. بعد كده هنحضر الصلصة بتاعتها.
تمام. بعد كده ده الشكل النهائي للمكرونة بعد ما استوت. وده برضو الشكل النهائي للكفتة بتاعتنا. هنبتدي نغرفها. الكفتة دي طعمها مختلف عن الكفتة اللي احنا بنعملها، جربوها. ولو عندك عزومة او حاجة ممكن تعمليها فيها. كده هننزل بالصوص بتاعنا. ده الشكل النهائي لها. ودي كانت وصفتنا النهاردة. جربوها وان عجبتكم قولوا لي رأيكم في التعليقات.